كليات ومعاهد بتاخد من 50% علم علوم. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كلية ممتازة بجد وبتاخد من حاجة و50%، كنت اتكلمت عنها قبل كده، هتلاقوا الفيديو. كلية فيها شغل أكتر من الدراسة، هتلاقي 60% عملي شغل بإيدك و40% دراسة، يعني حتى لو مالكش في الدراسة قوي هتمشي فيها. تاني كلية تربية نوعية، بجد كلية خطيرة وتعتبر البديل لكلية فنون جميلة، يعتبر فيها كل الأقسام اللي في فنون جميلة. تالت كلية تربية رياضية، يعتبر موجودة في معظم المحافظات وبتاخد من حاجة و50%. كلية جميلة وفيها تخصصات كتير وممكن كمان تعمل معاها دبلومة، ده غير لو في رياضة بتحبها أو رياضة وأنت اوريدي بتلعبها فدي فرصتك. بس خلي بالك ليها امتحان قدرات، فلازم تركز قوي الامتحان هيبدأ امتى وتسجل فيه وتروحه. تالت حاجة المعهد العالي سياحة وفنادق، بجد تحفة تحفة تحفة. عامة كلية سياحة وفنادق هي كلية بجد جامدة قوي وشغلها كتير وفرص سفرها كتير، بس خلي بالك برضو لازم تكون جايب مجموع معين في الانجليزي، بيختلف من كل كلية للتانية ومن كل سنة للتانية. هي عموما اللغات مهمة فيها جدا جدا جدا، عشان كده هي بتهيئك للسفر.